وسلام الله عليكم المتتبعين ديالي العزاز، مرحبا بكم فيديو جديد على قناتي وقناتكم مطبخ زيد. اليوم غادي نحضر معكم لي كريب مالحين، صراحه كيجيو اكثر من رائعين بواحد الحشوه اللي خطيره جدا. فبقاو معايا شوفوا المقادير وكيفيه التحضير في نفس الوقت. بسم الله على بركه الله. هنا في واحد البول غادي نوضعوا 2 حبات من البيض مع ملعقه صغيره من الملح، نصف ملعقة صغيرة من سكر سنيدة، ملعقة صغيرة من الخل، ربع كأس من الزيت النباتية، مع كأس من الحليب. وغادي نخلطوا المكونات جيدا مع بعض، وغادي نضيفوا كأس من الدقيق الأبيض الخاص طبعا بالحلويات، هنا كيكون مغربل عندنا من قبل. غادي نضرب المكونات جيدا مع بعض حتى يتجانسوا ليا العناصر نحصل على هذا القوام هذا. فمن بعد ما خلطت المكونات جيدا مع بعض، ضفت نصف كأس من الحليب للقوام ديالي. لقيت عندي القوام ثقيل، ضفت له نصف كأس من الحليب. غادي نخلط المكونات بهذا الضراب الكهربائي اللي متوفر عنده، طبعا اللي ما متوفرش عنده يقدر يستغنى عليه. هنا من بعد ما ساليتهم انا بديت كنطيبهم. هنا كنوضعوهم في هاد المقيله ديال البغرير. طبعا كندير مغرف ونص على حسب المقله اللي كتكون عندكم. انا غتشوفوا المغرف اللي استعملت غتديروا على حسب المقله اللي عندكم. هنا غير تشوفوه كينشف من الجوانب اولا كيتحمر من الجوانب وكيطلع، كتبداو تقلبوه على الجهه الثانيه، فما تخافوش منه نهائيا. ها انتم كي كيجيو. هنا كنقلبها وكنبقى ندورها هكا بهذا الشكل هذا في المقله باش تاخذ لينا واحد اللون اللي كتحمر غير واحد شويه، وكنحيدوها ما كنخليوهاش بزاف حيت عاد غادي نطيبوها هكا في المقله، ولا غادي نديروها في البانيني. انا طبعا غادي نديرها في البانيني، نتوما تقدروا اللي ما عندوش البانيني يقدر يديرها غير في المقله عادي. هنا هانتوما كيف ما كتلاحظوا معايا درت معكم واحده اخرى. استمر بنفس الطريقة ونفس الكيفية حتى كنحصل على القوام اولا على الشكل اللي بغيت. هنا من الافضل انكم ما تخليوهمش يطيبوا بزاف يعني باش غير يشدوا لكم راسهم هكا مزيان. حيدوهم بهذا الشكل هذا لاننا مازال غادي نطيبوهم مره اخرى. هنا بالنسبه للحشوه، الحشوه طبعا كتبقى اختياريه، ولكن انا كنفضل هذه الحشوه هذه اللي كتجي اكثر من رائعه صدقوني. عندي هنا صدر ديال الدجاج مع معلقه كبيره ديال الزبده مع الملح طبعا اللي كيبقى على حسب الذوق. فمن الافضل انكم ما تكثروش الملحه لاننا غادي نديرو الكريمه وغادي نديرو الضامه ديال الثوم. هنا درت 3 فصوص من الثوم اللي حكيتهم طبعا كيف ما كتلاحظوا معايا. وغادي نخلط المكونات جيدا مع بعض كيف ما كتلاحظوا حتى يتجانسوا ليا العناصر. وغادي نضيف لهم 2 حبات ديال البصله اللي يكونوا مقطعين لقطع صغيره اولا مشلضين القطع صغيره بهذا الشكل هذا، ونخلطوهم مره اخرى ونخليو هاد البصله هي والصدر ديال الدجاج كيتشحروا لينا مزيان. وكنضيفوا لهم الشامبينيون المعلب. وكنستمروا في الخلط مره اخرى، كنغطيو عليهم ونخليوهم يتشحروا مزيان وتبان لينا ديك البصله مع الشامبينيون. هنا غادي نديرو الزعتر، واحد المعلقه صغيره ديال الزعتر كنحكوها مزيان ما بين يدينا وكنضيفوها للحشوه ديالنا. غادي نضيفو السوسيس، وغادي نخليوه حتى هو يتشحر مع باقي المكونات كيف ما كتلاحظوا. هنا رحنا ضفنا حتى الكفته
للاسف انها ما تصورتش معايا، ما عرفتش فاش ضفت ديك الكفته ما تصورتش معايا، ما عرفتش علاش. المهم كتضيفوا الكفته كتبقى اختياريه وعلى حسب اي كفته متوفره عندكم تقدروا تضيفوها. كنضيف هنايا صلصه الطماطم، طبعا هذه الصلصه ديجا انا مصايباها دايرها في الكونجيلاتور. كنضيف كذلك المليحه مره اخرى مع سكينجبير والزنجبيل، الابزار، الكركم او الخرقوم، وكذلك البابريكا او لا التحميره طبعا كيف ما معروفه عندنا حنا في المغرب. غادي نخلط المكونات مع التوابل حتى يتجانسوا لي العناصر جيدا وتشرب لينا الحشوه ديالنا ديك التوابل. غادي نضيفوا الحامض مصير اللي كيعطي واحد النكهه رائعه رائعه للحشوه ديالنا. طبعا هنا كنخليوها تشحر مزيان 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 ديك الحشوه ديالنا وكتشرب لينا داك الماء وما كيبقاش فيها نهائيا الماء. هنا هذا هو السر ديال هاد الحشوه هذه. لاحظوا معايا كي كتجي، فمن بعد ما تشحرت مزيان وشربت داك الماء كنضيفوا لها الكريمه ديال الطبخ. طبعا هنا كتضيفوا الكميه اللي غتحتاجوها وعلى حسب الكميه اللي تكونوا نتوما موجدينها. انا هنا عندي 10 ديال لي كريب، 10 ديال لي كريب هما اللي عندي. درت لهم الحشوه يعني قد ديك 10 ديال لي كريب اللي عندي. ضفت لهم هنايا المعدنوس، عفوا المعدنوس، وغنخلطهم مزيان بهذا الشكل هذا. وغنخليو هاد الحشوه مع هاد الكريمه هذه تشحر لينا مره اخرى وتعقد لينا ديك الكريمه. غادي نضيفوا لها الفرماج موتزاريلا. طبعا الا عندكم الفرماج الاحمر تقدروا تضيفوه، ولكن من الاحسن انكم ما تضيفوش الفرماج الاحمر فكيكون مالح بزاف مع الكريمه ومع الملحه اللي درنا، فاكيد ان الحشوه غتجي مالحه، فمن الافضل انكم تستغنوا عليه. هنا غادي ندوزو للطريقه ديال الحشو. غادي ناخذ واحد الكريب كيف ما كتلاحظوا معايا كنوضعوه فوق سطح العمل، كنوضعوا القليل من ديك الحشوه فما تخافوش منها، ما غادي تطرطق معكم ما حتى شي حاجه. ضفنا واحد شويه ديال الهريسه ديال الحار طبعا كتبقى اختياريه. ضفنا القليل من الزيتون المقطع لقطع صغيره. غادي نطويو ونسدو بحال الطريقه اللي كنطويو بها الطاكوس. كنتكيو هنا في الوسط وكنسدو بهذا الشكل هذا، كنتكيو على الجهه الاخرى بنفس الكيفيه ونفس الطريقه ونسدو. فبهذه الطريقه هذه ما كيتفتحوش معكم وما كيطرطقوش نهائيا، ما تخافوش منهم. انا كنستمر بنفس الطريقه ونفس الكيفيه. كنديروا الهريسه طبعا اللي كيبغي الحار راه كنديروا له الحار، اللي ما كيبغيش الحار راه ما كنديرولوش الحار. كنضيفوا الحشوه. هنا كنستمروا بنفس الكيفيه مره اخرى ونفس الطريقه حتى كنكملوا الكميه اللي عندنا كامله. فنتمنى ان الفيديو يكون واضح، صراحه كيجيو اكثر من رائعين. نتمنى انكم تجربوهم وتردوا عليا. هنا انا كنديرهم في البانيني كيف ما كتلاحظوا. نتوما الا ما كانش متوفر عندكم هاد البانيني هادو تقدروا تستغناو عليها، ديروا غير المقيله عادي، تحمروهم غير في المقله. كان هذا هو الشكل ديال الكريب ديالنا. نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم.